في سنة 1985 حصل شيء غريب جدا في محافظة الإسكندرية، وهو القبض على مدعي النبوة صلاح شعيشع. وكانت القضية دي واحدة من أهم القضايا في فترة الثمانينات، لأن صلاح شعيشع كان مسيطر على كل عقول المؤيدين بتوعه بنسبة 100%، لدرجة إن في التحقيقات الناس قالت إنه نبي من عند الله، وما كانوش مقتنعين إنه دجال. ووصل بيهم الأمر إنهم كانوا معلقين صوره على حيطان بيوتهم، وكل ما يذكر اسمه في التحقيقات يصلوا عليه ويقولوا سيدنا صلاح عليه السلام. انت متخيل مدى سيطرته على عقول الناس دي وصل لفين؟ فيا ترى مين هو صلاح شعيشع اللي ادعى النبوة، وازاي قدر يقنع الناس دي بالفكرة بتاعته؟ والغريب في الامر ان معظم مؤيدينه كانوا دكاترة ومتعلمين، ومعظمهم معاهم شهادات عليا. فتعالوا بينا نعرف قصة الدجال صلاح شعيشع. بس قبل ما ابدا الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا، ويلا بينا نبدا على بركة الله. في سنة 1922 اتولد صلاح شعيشع في محرم بيه في محافظة الإسكندرية. كان فقير جدا وأبوه مات وهو لسه في اللفة، يعني كان صلاح يتيم الأب من صغره. ولكن بالرغم من فقره وحالته اليتم اللي كان عايشها صلاح، إلا إنه قدر يتفوق في دراسته وقدر يدخل كلية الطب. وكان شخصية غريبة الأطوار، فما كانش بيشوف أي حد إلا ويستهزأ بيه ويسخر منه، ودايما شايف نفسه إنه مكانه مش هنا، وإنه أحسن من كل اللي حواليه. وقدر عمنا صلاح إنه يتفوق في كلية الطب، ولما حب إنه يقدم في الكلية علشان يبقى معيد رفضوه بسبب أسلوبه الوحش وشخصيته الحادة. وبعد ما اترفض اشتغل في الصحة المدرسية، ولكنه برضه كان شايف إنها شغلانة مش قد إمكانياته، فاستقال منها وبدأ يدور على شقة صغيرة في محرم بيه علشان يفتحها عيادة. وقدر إنه يجيب شقة في إحدى العماير هناك وفتحها عيادة باطنة. في الأول الموضوع ما كانش جايب هم، والعيادة محدش كان بيدخلها، فاضطروا إن يقلب تخصص العيادة من باطنة لعيادة نساء وتوليد. وطبعا بدأ يعمل عمليات مشبوهة داخل عيادته، زي عمليات الإجهاض وغيرها من العمليات اللي كان القانون بيجرمها. وبدأت البلية تلعب معاه نوعا ما، والفلوس بدأت تجري في إيده، لدرجة إنه اشتهر جدا في الحوار ده وسموه ملك الإجهاض. بعدها اتجوز صلاح من جارته وخلف ولد وبنت، وحياته كانت شبه عادية ومفيش أي جديد، لحد ما جت اللحظة اللي هتغير حياته تماما وهتخليه يتحول من دكتور لنبي مرسل من الله زي ما ادعى. المهم إن في أوائل الستينيات عربيته باظت، فراح للميكانيكا علشان يصلحها. وهو قاعد مع القسطى اللي بيصلح له العربية، هوب كلمة من هنا على كلمة من هنا، وكل واحد بيحكي للتاني عن المواقف اللي بتحصل له في حياته. وأثناء الكلام فالقسطى قال له إنه في مرة من المرات كان ملبوس بالجن، وراح لدكاترة كتير علشان يعالجوه، لكن ما كانش فيه فايدة، لحد ما راح لشيخ اسمه محمد اللي قدر يعالجه وحرق له الجن اللي كان لابسه. فالدكتور صلاح قال له انت بتخرف تقول ايه؟ مفيش جن وكلام فاضي من ده، والشيخ بتاعك ده راجل نصاب. فرد عليه الميكانيكي وقال له ازاي؟ ده واخد مني 7 جنيه بحالهم علشان يعالجني. فالدكتور صلاح قال له تعالى معايا وريني الشيخ ده وانا هثبت لك انه نصاب وضحك عليك. وخدوا بعضهم وراحوا للشيخ محمد. واول ما عمنا صلاح دخل على الشيخ قال له مش هنبطل اسلوب النصب بتاعك ده، ادي للراجل 7 جنيه بتوعه والا هعمل لك مشكله في المنطقه كلها. فالشيخ بص له من فوق لتحت كده وقال له ماشي، انا هديك ال7 جنيه، بس لما انت هتعرف ايه اللي في ايدي ده انت اللي هتديني 10 جنيه مش 7 جنيه. فصلاح استغرب قوي وقال له ايه اللي في ايدك يعني؟ فالشيخ رد عليه وقال له ده كتاب 15 صفحه بيتكلم عنك انت ومراتك وفيه كل اسرارك، واتحداك ان يكون في الكتاب ده كلمه واحده غلط. فاستغرب صلاح قوي من كلام الشيخ وفتح الكتاب وبدأ يقرأ اللي فيه، واتصدم صلاح من كل كلمة مكتوبة في الكتاب. فالكتاب كان بيتكلم عن أسرار حياة صلاح تقريبا اللي محدش يعرفها غيره. وهنا بدأ صلاح يؤمن بمعجزات الراجل وإنه فعلا صاحب كرامات، وبقى يتردد على الشيخ ده كل يوم علشان يتعلم منه كل الأسرار اللي عنده. وفضل على كده 5 سنين لحد ما صلاح شرب المهنة وعمل لنفسه طريقة وسماها الطريقة الشاذلية الصوفية في العبادة، وفضل يدور على بعض الناس اللي يقدر يقنعهم بفكرته. وبدأت مرحلة جديدة في حياته وهي تحضير الجن والأرواح، والناس بدأت تسمع عنه وعن شطارته في المجال ده. وفي اللحظة دي ساب صلاح الطب خالص واتجه للدجل والسحر والشعوذة، وبدأت تشطح منه أكتر. ففي مرة من المرات دخل على مراته وقال لها أنا بقيت نبي مرسل من الله، وإن روح النبي محمد حلت في جسدي.
وإنها من النهاردة اسمها خديجة زوجة النبي صلاح، على أمل إنها تكون أول المؤمنين بيه وتساعده. لكن مراته قالت له: أنت جرالك إيه يا صلاح؟ وإيه الكلام الغريب اللي بتقوله ده؟ قال لها: زي ما بقول لك كده، أنا بقيت نبي. لكن مراته ما صدقتوش، فاضطر إنه يسيب البيت ويبات بره بالأيام والشهور لحد ما طلقها واتجوز الممرضة اللي كانت شغالة معاه في العيادة بتاعته، ودي كانت أول واحدة تصدقه. وبدأوا الاتنين ينشروا أفكارهم لجيرانهم وكل القريبين منهم. لكن في مرة من المرات حب إنه يختبر مدى ثقافتهم، وقال لهم إن أي حد بيصلي الجمعة فهو كافر، لأن الجمعة لازم يكون ليها إمام، والإمام لازم يبقى نبي. وقبل ما يكمل كلامه لقى ملامح الناس اتغيرت وتعصبوا عليه وقالوا له: إيه الهبل اللي أنت بتقوله ده؟ وكانوا هيموتوه. فعرف إنه مش هيقدر يقنع الناس في محرم به بفكرته، وبدأ يروح للفقراء في الأحياء البسيطة وبعض المعارف بتوعه وأصحابه المقربين ويعرض عليهم فكرته. وكان بيقول لهم إنهم لو آمنوا بيه ذنوبهم هتتشطب وهيدخلوا الجنة، وإنه بقى حبيب الله وعالم أسرار الدنيا والآخرة ومعاه السر الأعظم. وبدأ يفسر القرآن على مزاجه، وخصوصا آيات الزنا، وأباح لنفسه كل حاجة، ولغى عن أتباعه التكليف بالصلاة. وبدأ بعض الناس من ضعاف الإيمان إنهم يتجاوبوا معاه، وخصوصا إنه رفع عنهم بعض التكليفات في العبادة، وعمل طريقة جديدة في العبادة سماها الطريقة الصلاحية الشاذلية الزينية المحمدية. وبدأت دعوته تسمع ويبقى لها مريدين في كل مكان. ومع ازدياد عدد الناس اللي آمنوا بيه بقى يحلل كل حاجة هو بيحبها. والغريب في الأمر إن دعوته ما لقتش قبول عند الجهلاء فقط، لا، ده في ناس أصحاب شهادات عليا بدأوا يقتنعوا بيه، من بينهم الدكتور أحمد صاحبه وزوجته، وده راجل دكتور نسا مشهور في اسكندرية، ومراته الدكتورة نشوى طبيبة أسنان، وخليكم فاكرين الاسم ده علشان هنحتاجه قدام. المهم إنهم آمنوا بيه إيمان مطلق، لدرجة إنهم ساعدوه وادوله شقتهم في سيدي جابر علشان تبقى مقر للدعوة بتاعته، وسمى الشقة ديت الساحة واللي هتبدأ منها الدعوة بتاعته. وبدأ يعمل دين جديد لنفسه، وقسم أتباعه لفرقتين: فرقة الصعاليق وفرقة الملوك. والصعاليق دولت هم الناس اللي آمنوا بيه وبالأفكار بتاعته، لكنهم مش مؤمنين بيه إنه نبي. أما المماليك فهم اللي آمنوا بيه من بداية دعوته ومؤمنين بنبوته. وبقى يعمل في الساحة دي اجتماعين كل أسبوع، اجتماع يوم 2 وده للصفوة والملوك بس، وكان صلاح بيناديهم بأسيادي، واجتماع يوم الخميس وده بيبقى للملوك والصعاليق وكل اللي عايزين يدخلوا الدين الجديد. وأنا عايزك تتخيل معايا كده اللي كان بيحصل داخل الساحة. أولا كده كان بيقعد صلاح على كنبة بجلابية بيضاء، وقدامه 30 راجل و6 من أتباعه. اللي في مقدمة الصفوف دول هم الملوك، واللي في الخلف هم الصعاليق، ولازم أي واحد فيهم إنه يوقره ويبوس إيده وشفايفه 3 مرات. أما السيدات فما كانش ينفع إنهم يبوسوا إيده بس، لا، دول كمان كانوا بيبوسوا إيده 3 مرات. وعمل لهم حاجة اسمها القبلة المحمدية، وهي إن كل سيدة لازم تبوس شفايفه 30 مرة. ولما حد كان بيسأله اشمعنى هم العدد ده، فكان بيرد يقول لهم إنها القبلة المحمدية يا أسيادي، ولا تجادل ولا تناقش يا أخ سيف، وإلا قد وقعت في المحظور. لا 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 لا، دي أنا بصراحة أنا اللي مزودها من عندي. المهم بقى نرجع للصحة بتاعت عمنا صلاح، واللي كان أي حد يدخلها لازم تبقى إيده على فم المعدة زي الصلاة كده، وبعدين صلاح يقول الله فيرد الزائر ويقول الله يا سيدي، وبعدين يقرب الزائر من عمنا صلاح ويبوس إيده 3 بوسات، وبعدين يبوس شفايفه 3 بوسات، وبعدها يبوسوا رجله اليمين والشمال، ومن بعدها يبدأ بجمع الناس ويديلهم بعض البركات والدروس في الدين. وكان دايما بيقول إن النبي محمد نشر الإسلام بحد السيف، وإن علماء الأزهر الشريف كلهم كفر، وقال لهم اللي يصلي الجمعة يبقى كافر، ولغى الحج وقال لأتباعه بدل ما تروحوا السعودية وتحجوا هناك، أنا هنا حجوا لي أنا قدامكم أهو. والجلالة كانت بتاخده ويفضل يفسر آيات القرآن على هواه. فاكرين بقى الدكتورة نشوى مرات الدكتور أحمد اللي قلنا عليها في الأول؟ دي بقت أم المؤمنين، واتجوزت صلاح بعد ما أقنع جوزها بإنه جوازه منها هيخدم الدعوة. وطبعا ده بعد ما حلمت إنها شافته في رؤية إنه نبي مرسل من الله، وفرض على كل واحد من أتباعه فدية من المال، وفرض الجزية عليهم، وعمل فلوس بالهبل، تقريبا فلوس ما عملهاش من عيادته اللي كان فاتحها في محرم بيك، ووصل أرصدته في البنوك لآلاف الجنيهات. وطبعا مفيش دين من غير أعياد، فعمل عيد وسماه المولد النبوي، واللي كان الأتباع بتوعه بيحتفلوا بيه يوم عيد ميلاد صلاح نفسه.
لحد ما وصل الأمر للشرطة، وبعد مراقبة صلاح وتصرفاته وأتباعه الشرطة قبضت عليهم كلهم، وكانت واحدة من أشهر القضايا في الثمانينات. غريب إنه أثناء التحقيقات الناس ما كانتش عايزة تصدق إنه دجال، وكان كل ما اسمه يتقال في التحقيقات الناس تقول عليه الصلاة والسلام، وإن معظمهم شافوا رؤية للنبي صلاح وهو فعلا نبي مرسل من الله. ساعتها الأزهر طلع بيان شديد اللهجة بتكفير صلاح بعد ما سمعوا أقواله وشافوا شرايط الفيديو بتاعته، وطلبوا من المحكمة توقيع أقصى العقوبة عليه، واتحكم على صلاح وقتها بالسجن 5 سنوات في قضية اعتبرت أشهر قضية ادعاء نبوة في تاريخ مصر الحديث. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، واللي بتمنى يا رب إنها تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.